ليل خارجي، جو سينمائي خالص، شارع ضلمة، ماشي مع كلبك، طلع عليك حرامية، الحرامية جري وراك، هوبا كلبك جري. ايه ده؟ هي مش الكلاب كلها بتدافع عن صحابها وفي وفاء؟ وفين وفاء الكلب والكلام ده كله؟ طيب، ده يجيبنا لترند طلع من فترة قريبة لناس بتجيب كلابها وتحط لها أكل قدامها وهم في الأوضة مثلا كده، وبعد كده الكلب هو عمال ياكل بيقوم ايه، صحاب الشخص يقوموا داخلين خاطفين الراجل او الست يعني ماسكينهم، ماشي، فالكلب يقوم يقعد ياكل 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 ويسيبه من الايه، من صاحبه، فبتتعمل على سن حاجه مضحكه والكلام ده كله. ففي بوست بقى انتشر هنا في مصر على الترند ده. البوست ده نصه صح ونصه غلط يعني. النص الاولاني بيقول ان الكلب فاهم ان ده هزار، وانا مع ده، يعني هو الكلب فاهم ان ده جزء هزار وكده. النص التاني بيقول ان اي كلب لو صاحبه فعلا تحت خطر حقيقي هو هيدافع عن صاحبه. طيب، الكلام ده مش صح، والكلام ده قبل ما ناخد الامور بالعاطفه وقبل ما نقول الوفاء بقى والكلب وازاي وانت ازاي بتقول على الكلب الوفي كده، خلينا نتفق ان احنا الكلاب كائنات جميله ورقيقه ما ينفعش نحملها فوق طاقتها. تمام؟ مش كل الكلاب عندها القدره ان هي تدافع عن صحابها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بكل بساطه ان الكلاب طائفه كبيره جدا، في منها كلاب الراعي، في منها كلاب الصيد، في منها الكومبانيون دوجز اللي هي كلاب المرافقه العاديه اللي هي ما عندهاش اصلا اساسيات ازاي تدافع والقوه اللازمه والكلام ده كله، في منها انواع كتير، كلاب الجر الزلاجات، في منها السبورتس دوج، في منها الكلاب اللي بتصطاد الافات والحاجات دي والقصص دي كلها. فالكلاب طائفه كبيره زي ما قلنا، فما ينفعش ان احنا نقول ان كلهم على بعضيهم هيدافع عن صاحبه لو حصل حاجه والكلام ده كله. الكلب علشان يبقى عنده القدره على الدفاع عن صاحبه لازم اول حاجه بكل بساطه ان هو يبقى عنده القوة اللازمة للدفاع عن صاحبه، والقوة الجسدية والغريزة والدرايف والكلام ده كله. ده اللي بيخلي أصحاب المزارع اللي بتربي كلاب حراسة أو بتبيع كلاب حراسة يركزوا في البوينتس دي كويس جدا جدا جدا. تاني حاجة، الكلب ده لازم يبقى عنده الشجاعة الكافية، والشجاعة دي بتبقى خصلة النيت يعني داخلية عند الكلب، هو مولود بيها عموما. تمام؟ فمش كل الكلاب بتولد شجاعة زيها زي بعضيها. تمام؟ علشان كده برضو سلالات الحراسه والسلالات اللي هي يعني فيها ان هي بتدافع والجيش والشرطه والكلام ده كله بيتم انتاجها ان هي شجاعه وابا بقى عن جد وعندها القدره والكلام ده كله، وبيتم اختبارها بعد كده وبينقوا منها الاشجع فالاشجع. من ضمن الحاجات برضو، هل الكلب ده اصلا عنده مشاكل مثلا زي القلق، خواف، الكلام ده كله؟ الحاجه اللي زي دي ممكن تخليه مع الضغط الكافي قوي او في موقف خطر حقيقي يهرب. طيب، هل هو هنا جبان او هو هنا يعني بياع قصدي، او ما بيحبش صاحبه؟ لا، هو كائن غلبان برضه في الاول وفي الاخر، كائن غير مؤهل للوظيفه اللي انتوا بتقولوا ان هو لازم يعملها. رابع حاجه، هل الكلب ده عنده خبره اصلا في الموضوع ولا لا؟ يعني هل الكلب ده عدى بتدريبات حراسه، وفي اثناء تدريبات الحراسه عرضوا له سيناريوهات وهميه تبدو ان هي حقيقيه وفيها خطر والكلام ده كله، ففهم ان بكل بساطه انا هدافع عن صاحبي ويتدرب والكلام ده، ولا ما عندوش خبره؟ يعني ممكن كلب عنده القوه زي ما احنا اتكلمنا وعنده الاستعداديه وعنده كل حاجه، وفي موقف حقيقي يتخطف ما يعرفش يعمل ايه قوي الكلام ده كله، علشان دي اول مره وما فهمش قوي والكلام ده كله. مش كل الكلاب، في كلاب في اول مره بتعمل كده، وفي كلاب في كل الانواع مش بس الحراسه بتدافع عن صحابها ساعات، بس احنا بنتكلم ان دي استثناءات. انا هنا بتكلم على الكلب اللي نقدر نقول انه المفروض يدافع عن صاحبه بقلب يعني ايه، مفتوح كده عادي. تمام؟ فبكل بساطه، هل الكلب ده عنده خبره ولا لا؟ هل الكلب ده لما كان في التدريبات الحراسه شاف الحاجات دي قبل كده ولا لا؟ وللمعلومات يعني ان في تدريبات الحراسه في كلاب كتيره جدا جدا جدا، بالرغم ان هي بتبقى جنب اصحابها، لما بتتحط تحت الاختبار والاختبار بيبقى فيه ايهام للكلب ان في خطر جاي، هو طبعا ما بيتمش تعريض الكلب لحاجه يعني تمام، بس ايهام ان هو في خطر والكلام ده كله، في كلاب بتفشل عادي. تمام؟ ونفس الكلاب دي بعد كده بتبقى كلاب حراسه كويسه جدا. خامس حاجه، هل الكلب ده عنده اصلا يعني بيعرف كده يقدر الخطر وبيعرف يحس
حجم الخطر والكلام ده كله، لان في كلاب مش كده. في كلاب، انا في واحد صاحبي كان بيتخانق في الشارع، ناس اتخانقت معاه وهو ماشي في وسط البلد، ومعاه كلبه الكوكيجن بتاعته. هي مش كلبه، يعني هو مش بتاع مشاكل، وهي كلبه عاديه خالص. قعدت عادي، مش هقول لكم اتخانقت ولا جريت ولا هربت ولا قعد. هي اصلا ما فهمتش ايه اللي بيحصل ولا الكلام ده كله، ولا الكلبه دي حد مفهمها تعمل ايه، ولا القصه دي كلها. فالكلاب اللي ما اتدربتش حراسه قبل كده، او ما عدتش بسيناريوهات والكلام ده كله، مش شرط يبقى سلوكها معروف هتعمل ايه ساعه الخطر والكلام ده كله. فبنرجع للاساس خالص، ان لا، مش كل الكلاب هندافع عن صحابها ولا حاجه، وده ما يعيبش الكلاب في حاجه خالص. لانك انت مثلا ما تقوليش كلب. الفيديو اللي كان معمول مثلا، هو فيديوهات كتيره بس اشهر واحد فيديو على كلب باج صغير ولا فرنش بولدوج ومعمول والكلام ده كله. فانت مثلا ما تجيبليش كلب صغير مش وظيفته الحراسه اساسا، تمام، ومش وظيفته ان هو يتحط في خطر او يتحط في تحت ضغط او غيره والكلام ده كله، وتقول لي اصل هو هيدافع عن صاحبه، اصل هو هياخد رد فعل. طب هل كل الكلاب الفرنش بولدوج كده؟ لا، ممكن تلاقي في مره 10 20 الكلاب اخدت رد فعل جريت. كلاب شجاعه، الفرنش بولدوج جميل وكل حاجه، بس مش وظيفته، تمام. فكلب زي ده مثلا، انت كانك بالظبط معاك عيل 3 سنين عقلا وجسدا، تمام، وبتقول لي انا اتخانقت في الشارع وما تدخلش ايه، تمام. كلاب بقى كتير قوي كده، كلاب كتير قوي هي حرفيا عقلا وجسدا عيال عندها 3 سنين. في كلاب تانية اللي هي كلاب عموما عمرها العقلي ما بيعديش سنين معدوده، وكانه مخ طفله والكلام ده كله. بس في كلاب زي ما قلنا اللي هي كلاب الحراسه والكلام ده كله، اللي هي السلالات اللي منتجه اصلا للحراسه والكلام ده كله، هي جسدا ودرايف واستعدادات وامكانيات. عندها الاستعداد وعندها الامكانيه ان هي تهاجم، وان هي تدافع عن صاحبها، وان هي تتخبط وتخش في خناقه وبتاع. دوره ربنا خلقه لده، تمام. انما الباقيين ربنا مش خليهم لده. في كلاب هتدافع عن صاحبها، في كلاب ممكن تبهر، ممكن كلب جولدن مش المفروض ان هو بيتدخل. طب كلاب جولدن اغلبها مثلا ممكن ما تتدخلش في حاجه زي كده، بس في كلاب جولدن تدخلت، وفي كلاب جولدن ممكن يتدخل في حاجه زي كده. هل ده معناه ان كل الكلاب الجولدن تتدخل؟ لا، تمام. بس فبكل بساطه الرد على السؤال، لا، الكلاب مش كلها هتدافع عن صحابها. فما تحملوش الكلاب يا جماعه فوق طاقتها. ما تحملوش لما تحبوا كائن او لما تحبوا حاجه، ما تقعدوش تحطوا فوقيه مشاعركم الشخصيه وعواطفكم. دخلوا العقل والعلم شويه. بس كده، ونتقابل في فيديو جديد، واعملوا شير ولايك وسبسكرايب لو انتوا على اليوتيوب. سلام عليكم.